السلام عليكم. وكما هو المتوقع إذن الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري 2025 للمرة ال16 في تاريخه. والحقيقة يا جماعة أنا وأنت والأهلاوية والزملكاوية والإسماعيلاوية وكل الناس اللي في الدوري وكل الناس اللي في مصر وكل الناس من المحيط الخليج كانوا بيتوقعوا وبنسبة 99% إن الأهلي هو بطل السوبر. وخليني أقول لك عزيزي المشاهد إن المباراة لم ترتقي بأدائها وجودتها إلى حجم وعراقة وقوة الديربي القاهري من المحيط للخليج. والحقيقة الموضوع ده بيرجع لعدة أسباب، منها والسبب الأقوى هي حالة الفرقتين في الوقت الراهن. يعني لو جيت تبص على سكواد الأهلي وتقارنه بسكواد الزمالك فهتكون المقارنة ظالمة. لو هتيجي تبص على الاستقرار الإداري والاستقرار المادي وتقارن بين الأهلي والزمالك هتلاقي برضه إن المقارنة ظالمة. هتيجي تمسك وتحلل أي معيار وتقارنه بين الفرقتين في الوقت الراهن هتلاقي برضو ان المقارنه ظالمه. فالشيء الواضح والذي لا يوجد فيه اي مجال للشك للقاصي وللداني اي حد بيشجع كره القدم النهارده هيشوف ان الاهلي بعيد جدا عن الزمالك. وخليني اقول لك عزيزي المشجع الزملكاوي ان ده والله ما انتقاص من قيمه وحجم وتاريخ نادي الزمالك، ولكن دي الحقيقه الراهنه. طب الكلام ده ليه واحنا ايه اللي وصلنا النهارده لكده؟ ايه اللي خلانا نوصل ان بقى الميزان اللي في مصر الميزان الكروي اللي كنا بنقيس عليه حجم القطبين في مصر طب في ناحيه والناحيه الثانيه خف بشكل فظيع كده؟ والله اقول لك يا سيدي الفاضل في نقط بسيطه وفي عجاله لان ده مش موضوعنا النهارده، ان الناحيه اللي طب فيها الميزان هي ناحيه اشتغلت سنين طويله سواء على المستوى الاداري وازاي ان انا النهارده نحط دستور جوه النادي او لائحه جوه النادي يمشي عليها من الكبير للصغير بين قوسين نظام. 2 وده الأهم منظومة إدارية مستقرة. 3 منظومة إدارية مستقرة كونت منظومة إعلامية تدافع عن الدستور اللي حطته والقوانين واللوائح والمبادئ اللي حطها مجلس الإدارة المستقر ده. الاستقرار الإداري والنظام لازم وحتما ولا بد يجيب نجاح على المستوى المادي من خلال نظامي واستقراري اللي ادى ان انا اوصل لمنصات التتويج واللي ادى ان انا اخش واشترك في بطولات عالميه ومن خلالها يبقى عندي رعاة بالكوم وبفلوس ومن خلالها يبقى عندي ان انا اشترك في بطوله عالميه زي بطوله كاس العالم للانديه واخد من وراها مبالغ طائله. النجاح بيجيب نجاح يا جماعه والاستقرار بيجيب نجاح. هي منظومه متكامله ماشيه في اتجاه واحد هو اتجاه النجاح. ده النادي الاهلي النهارده. على عكسه تماما اللي فيه نادي الزمالك، وده للاسف على فكره الزمالك واداره الزمالك تقريبا بيعملوا كل حاجه غلط، او خلينا اصلحها كل حاجه غلط بتحصل لنادي الزمالك او بالتحديد المشجعين الاوفياء لنادي الزمالك اللي لولاهم ما كانش استمر النادي ده وفضل واقف على رجله لحد النهارده، ويعتبر الزمالك من ضمن افضل 3 فرق واحيانا من افضل فرقتين في الدوري المصري. طيب خلينا نفكنا بقى من الكلام المغلس ونتكلم شويه فنيات وكوره ونتكلم عن يوم الديربي الجميل. الحقيقه يا جماعه الواحد ما عرفش يحتفل بالطريقه التي تليق بيه بالفوز بالسوبر، خصوصا ان انا كنت بتفرج مع 2 من اكبر العشاق لنادي الزمالك. فبحكم الاخوه وبحكم الصداقه وبحكم القرابه وبحكم كل حاجه كان الواحد بيحتفل ايه في المداري منه. فمش عارف، حاسس ان الواحد محتاج يطلع طاقه الاحتفال اللي جواه المكبوته. انت معلمه في الشياكه والاناقه نظره منك وطاقه واخده جايزه في اللبقه. انت ناس متعلمه انت معلمه برصيصه انت باشا دي بقلاوه لا بغاشه عملت على قلبك. طيب خلينا نروح نشوف كواليس ليله الديربي وايه اللي حصل تحديدا بين الشوطين وكان ايه رؤيتنا احنا كواحد اهلاوي و2 زملكاويه لمجريات الشوط الاول، وكان راينا ايه في اللي بيقدمه احمد عبد الرؤوف واللي بيقدمه يسترب واللي بيقدموه اللعيبه على ارضيه الملعب في اول 45 دقيقه، وشفنا ازاي ال 45 دقيقه الثانيه. تعالوا نشوف. اول في السوبر ده 1-0 بجون جامد اول اشرف بن شرقي يا جماعه، ومعانا 2 من كبراء مشجعين نادي الزمالك كابتن محمد سعيد كابتن مدحت سعيد. رايك في الشوط الاول يا محمد؟ شايف اداء الزمالك عامل ازاي؟
اداء متوقع، يمكن فوق المتوقع كمان في ظل النقص اللي موجود عند فرقه نادي الزمالك والتكتيك اللي احمد عبد الرؤوف بيحاول يكون يخلي الفرقه تبقى واقفه على رجلها في حدود الامكانيات الموجوده. انا شايف ان عبد الرؤوف عمل ماتش كويس وقدر يقفل على الاهلي مفاتيح اللعب. الجون جاي غلطه، بس كره ملعوبه، بس قدر يقفل اللعب، بس ما فيش اي خالص. لعيبه الزمالك مش عارف تطلع بالكوره خالص، مفيش بيلد اب خالص. ما هم مش قادرين يطلعوا بالكوره، وفي نفس الوقت الاهلي ما فيش حاجه خطره على المرمى. ممكن يبقى في اخطاء فرديه بسبب الاسترس اللي موجود من ضغط الجماهير، والاهلي فرقه واقفه على رجلها. وفي ظل كل ده عبد الرؤوف بيحاول يظبط نص الملعب ممسوك من الزمالك. شايف ايه المطلوب من عبد الرؤوف انه يكلم لعيبته بين الشوطين او اي تغيير؟ انا شايف ان اول تغييره لازم تتم في بدايه الشوط الثاني ان عمرو ناصر بعيد خالص عن المستوى، وشيكو بنزا لازم يجي ناحيه الشمال، لانه هو اصلا ما بيلعبش مكانه ناحيه اليمين، هو كان رامين الناحيه الثانيه عشان يغطي مكان بزيرة، بس طبعا هو مش على عدلته. حتى في نهايه الثلث الثاني من الشوط الاول لما جه ناحيه الشمال عمل كورتين خطره وغلط الاهلي، وكان هيجيب واحده منهم، بس طبعا من اللعب فردي. لكن هو لو كان بص ال 18 كان لقى بس جون جميل. كرة ملعوبه. زيزو طبعا لا خلاف عليه على الاسيستات بتاعته، هو قرا الملعب كويس، بس برضه هتلاقي غلطه دفاعيه ان المدافع المفروض هو ياخد المهاجم في ظهره، هو لا ده كان سابق قدامه بن شرقي. اتحرك كويس قوي، اتحرك كويس لان هو لا الديفنس متقدم لقدام، فالكره اتلعبت من وراه. بس يعني توقع الشوط الثاني ايه؟ الزمالك لو ما فاقش في بدايه الشوط هيبقى الموضوع صعب جدا، مش هيعرف يرجع. بس يعني ما نتمنى ان احمد عبد الرؤوف يتدارك الموقف ويبدا يعمل تغييرات سريعه توقف الفرقه وترجعها. شكرا يا استاذ محمد. ومعانا الاستاذ مدحت سعيد، ونقول له شايف الماتش الشوط الاول ازاي؟ شفت الشوط الاول ازاي من ناحيه الزمالك والاهلي؟ شايفه شوط فيه تحفظ كبير قوي من الناحيتين. الزمالك بيلعب على حسب امكانياته، لان الزمالك امكانياته طبعا مش زي الاهلي ومش زي سكواد الاهلي. انا شايف ان احمد عبد الرؤوف بيدير الماتش على حسب الامكانيات اللي معاه، وشايف ان هو قافل كويس قوي على مفاتيح لعب الاهلي. وانا بسميه شوط الهفوه، لان هي الاهلي ما راحش غير بكوره واحده. هي غلطه مشتركه بين محمد شحاته رغم ان انت واقف، رغم ان انت متمركز صح، وفي نفس الوقت هي هفوه من محمد اسماعيل. هي الماتشات النهائيه دايما كده. محمد شحاته كان ماسك بن شرقي، ساب بن شرقي، فاصبح محمد اسماعيل مع 2 لعيبه. هي النهايات كده يعني، هو ماتش الخطفه يعني. لكن شوط طبعا قليل جدا فنيا. الزمالك محتاج تغييرات كبيره قوي عشان يفوز الشوط الثاني. محتاج ينزل سيف الجزيري ويسحب عمرو ناصر، والماتش هيفتح. طبعا الزمالك لو استقبل الجول الثاني هتبقى هزيمه تقيله على الزمالك. لو ربنا اراد ان احنا نتدارك الهدف ونتعادل، الماتش هيبقى ليه كلام تاني. بس ماتش صعب قوي. انا شايف ان عبد الرؤوف نجح ان هو يقفل على الاهلي كويس، زي ما كان عمل مع بيراميدز بالظبط على قد امكانياته. بس هو حظه مش موفق جدا ان هو ياخد جون في اخر دقيقه في الشوط الاول، وطبعا ده هيأثر علينا جدا معنويا الشوط الثاني. فننتظر وربنا ييسر الشوط الثاني ان شاء الله. الحقيقه هدف جميل قوي من بن شرقي يا جماعه، وكره ملعوبه مع زيزو. اتحرك كويس قوي زيزو ناحيه اليمين، استلم الكوره وبرؤيه جباره رفعها في المكان المظبوط. اسماعيل ما عرفش ينط. بن شرقي اتحرك في كويس قوي في عمق الدفاع الاهلي. هدف جول كويس قوي من بن شرقي، والحقيقه بيعكس انتشار لعيبه الاهلي كويس في الملعب. يمكن طلع بالكره مش افضل حاجه، يمكن في ميس باص كتير في نص الملعب، بحكم ان عبد الرؤوف قافل المساحات في نص الملعب، قدر يقفل المساحات بشكل كويس. شوط اول لا يرتقي لنهائي السوبر، ولكن بننتظر الشوط الثاني بقى، يا اما تفتح من الاهلي لو
وعبد الرؤوف ما قدرش ان هو يعدل الاوتار، لان عمرو ناصر سيء جدا جدا جدا. هيحتاج ان لعيبه الزمالك الشوط الثاني اعتقد هيبقى كويس، لعيبه الزمالك هتتحرر، هتخرج غصبا عنها عشان تحاول تعوض الجول اللي دخل. اتمنى نشوف شوط احسن وده المتوقع. الاهلي ممكن محمد عبد الله يبقى ليه دور، اللي انا شايف ان جراديشار اوت اوف فورم خالص، فنزول طاهر ممكن يبقى موجود. محمد علي بن رمضان اكيد هيبقى ليه دور في الشوط الثاني، واعتقد مكان اليو ديانج. الناحيه الثانيه عبد الله السعيد وسيف الجزيري كانوا سيئين جدا في نص ملعب الزمالك. لازم الزمالك عبد الرؤوف ما يخاطرش في الشوط الثاني ويندفع عشان يدرك التعادل. ان هو يحافظ على نفسه، لازم يحافظ على التوازن. ممكن يغير الجزيري بس، الجزيري مكان عمرو ناصر ويستنى 10 دقايق كده نشوف بس مباراه الجو. بس لازم يبقى عندنا نواحي الهجوميه اشرر شويه. لازم ناصر ماهر يستلم ويحرك الملعب اسرع. لازم يبقى في شراسه هجوميه ولازم يبقى في استحواذ اكتر من كده بكتير. يعني الاهلي هينزل ضاغط، مش ان هو هينزل منكمش، لا هينزل ضاغط. فانت لازم تبقى واقف على رجلك كويس وملف نص الملعب مع الاعتماد على الهجمات المرتده ورمي الكور من قدام لسيف الجزيري. ممكن يبقى الشكل مختلف شويه. الاهلي اعتقد هينزل بنفس التشكيل اللي بدا بيه، اللهم الا لو جراديشار مصاب. هو كان اسوأ لعيب الاهلي في الشوط الاول هو جراديشار واليو ديانج برضو، فاعتقد ان الاثنين دول هم اقرب ما يكون للخروج او التبديل في الشوط الثاني، سواء اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه. خلاف كده اعتقد ان احنا ماشيين بشكل كويس. هنحتاج محمد علي بن رمضان عشان يظبط الايقاع شويه في نص الملعب، وهنحتاج طاهر او محمد شريف او محمد عبد الله ويخش اشرف بن شرقي يلعب مهاجم. خلينا نشوف الشوط الثاني هيرسى على ايه ونتقابل بعد الحقيقه بعد نهايه اللقاء. لو هنلخص اللي حصل في اللقاء ده على المستوى الفني سواء من ياس تورب او من احمد عبد الرؤوف، فهنذكر الكلام ده في كام نقطه. اول حاجه، بعيدا عن تكتيك احمد عبد الرؤوف المظبوط، ولكن الراجل ما ابتداش بالتشكيل المثالي لنادي الزمالك. ولكن من سوء حظ احمد عبد الرؤوف ان احنا اتكلمنا قبل الماتش ان نقطه قوته الوحيده او المضيئه في نادي الزمالك اللي لازم الزمالك يعتمد عليها هو محمود بنتايج. محمود بنتايج اللي خرج بره قائمه اللقاء بسبب الاصابه في العضله الضمه، افتقدوا احمد عبد الرؤوف وافتقدوا نادي الزمالك. في رايي كانت ضربه موجعه وقاسمه لخط الهجوم تحديدا نادي الزمالك، لان بنتايج اخر ماتشين اللي ما اتفرجش على الزمالك كان افضل جناح يقدر يخترق خطوط دفاع الخصوم، وكان بيعمل التحولات من ناحيه الشمال بشكل خرافي. فاتكلمنا ان ليه لا احمد عبد الرؤوف ما يلعبش على تحولات بنتايج ويحط الجزيري مهاجم، لان الجزيري افيد حاجه فيه هي سرعته وخفته وتحركاته، وانه برضه بيلعب في ظهر المدافعين. ولكن عبد الرؤوف بدا بعمرو ناصر. الحقيقه كان اوت اوف فورم بشكل غريب، والحقيقه ان الراجل ده ما قدمش اوراق اعتماده خالص في نادي الزمالك. يمكن لقاء القمه او بطوله السوبر اللي اتلعبت في الماتشين دول، اللي اتلعب فيهم الماتشين دول نادي الزمالك، اثبتوا او بينوا لكتير من الجماهير ان الصفقه دي مش الصفقه المثاليه او مش الصفقه الاحسن لنادي الزمالك. كنت شايف ان كان لازم احمد ربيع يبدا مكان سيف جعفر في نص الملعب، وعلى الرغم ان عبد الله السعيد ما كانش في موده وما كانش في فورمته المتعارف عليها، ولكن خد ادوار في الشوط الثاني مش ادواره انه حط احمد عبد الرؤوف ناحيه اليمين شويه وجاب شيكو بانزا ناحيه الشمال. فعبد الله وعمر عبد الله والقدره البدنيه لعبد الله لا ترتقي ابدا ان هو يلعب جناح. الراجل ده عايز يتحط في النص، يبقى عنده رؤيه وخاصه ناحيه الشمال عشان يقدر يقدم اقوى ما عنده اللي هو الكور اللي في ظهر خط دفاع الخصوم. حاجه ثالثه والاهم بالنسبه لي، اخوان بزيرة يا جماعه. اخوان بزيرة انا ما توقعتش ان هو يدخل في الشوط الثاني من بدايته، والحقيقه يحسب لاحمد عبد الرؤوف ان هو قرا الجيم وغير وعدل الاوتار بين الشوطين على طول بالجزيري وبزيرة، وكانوا نقطه تحول جيده لنادي الزمالك. الزمالك ما كناش بنشوفه خالص، ما كانش موجود في الشوط الاول، ما كانش فيه اي عمليه لبناء اللعب في نص الملعب، بالعكس كان فيه مس باص كتير وما كانش فيه خروج بالكوره. الشوط الثاني مع نزول بزيرة اللي كان بينزل يستلم الكوره من نص الملعب ومن الاطراف، ودخول سيف الجزيري اللي عمل انتعاش لخط الهجوم بتحركاته وكان مفيد جدا في الكوره العرضيه. والحقيقه يا جماعه لازم اقف هنا بقى عند اخوان بزيرة، الراجل اللي بيخليني في حاله دهشه من امبارح. والله وانا بتفرج على الماتش انا قاعد من اول ما الراجل ده نزل وانا مستغرب. من زمان قوي ما شفتش، او يمكن ما شفتش خالص لعيب برازيلي او لعيب اجنبي جاي الاهلي او الزمالك وفي خلال تقريبا ما كملناش 6 شهور او 4 شهور والراجل عنده انتماء وعنده حميه وعنده حب الفوز، عايز يلعب.
عايز يلعب حتى وهو مصاب، عايز يساعد فرقته بالرغم من ان هو عنده شد في الخلفيه، غامر باصابته وتحمل على نفسه عشان ينزل ويساعد فرقته. كان ممكن اي لعيب تاني خصوصا كمان ان هو مش مصري يقول لك يا عم انا سلامتي احسن، انا خاف على عقدي لاحسن انزل الاصابه بدل ما تبقى شد تبقى مزق واقعد لي بتاع 4-5 شهور بره الكوره وده يضرني. ولكن الراجل شفناه بيبكي لما اتصاب في ماتش بيراميدز خارج، بيبكي بيعيط ان هو اتصاب، والكل توقع انه حتى لو لعب هيلعب 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير ومش هيلعب بنفس الحميه وبنفس طريقه الجري وبنفس اللي دي خلفيه. ولكن الراجل نزل بين الشوطين، الراجل كان افضل لعيب في نادي الزمالك في الشوط الثاني، كان بينزل لحد والله الثلث الاولاني الملعب الزمالك يستلم الكوره ويطلب الكوره وياخد الكوره من ناحيه اليمين، وعمل ازعاج جامد ومسك الزمالك كوره في الثلث الاخير من الملعب. فانا الحقيقه بهني نادي الزمالك على اللعيب ده. الزمالك كسب نجم جديد لفرقته وربنا يستر وما يبقاش السنه الجايه في الاهلي. اما الاهلي يا جماعه فالحقيقه الاهلي كان بيرفكتو في كل حاجه، والحقيقه ان يستر بيقدم اوراق اعتماده لجماهير النادي الاهلي. الراجل عمل اللي قلنا عليه قبل المباراه ولعب بنفس التشكيل اللي ماشي عليه بقاله ماتشين او 3، والحقيقه ده كان افضل حاجه للنادي الاهلي حتى لو عندنا اختلاف في بعض المراكز. ينجح على مستوى قطع الكره هو كده كده اداؤه ثابت، ولكن انا بتكلم على خروجه بالكوره والتمريرات اللي كان بيقدمها لزمايله كان فيها عدم دقه في بعض الاحيان في الشوط الاول. ولكن الراجل خلص ال 45 دقيقه الاولى ودخل ورجع تاني ملعب المباراه، شال القناع اللي كان لابسه في الشوط الاول وورانا اليو ديانج تاني خالص لحد ما خرج من الملعب. مش هتكلم كتير عن زيزو عريس الليله واللي استحمل ضغوطات كتير اثناء الماتش، والحقيقه اللي عمله جمهور الزمالك هو يمكن طبيعي، خصوصا ان الراجل ده كان نجمهم الاول وكان معشوقهم خلال الكام سنه اللي فاتت، وان الزمالك ليه فضل برضه على زيزو، فطبيعي ان لازم زيزو يواجه انتقادات ويواجه اساءات في الملعب. ولكن معترض جدا طبعا عن الغلط في الزوجه او في الام او في الاسره، ده طبعا حاجه ما يرضاش بيها اي حد. ولكن شوف رد فعل اللاعب، ولكن شوف اللعيب المحترف اللي عايز يركز في الملعب بس. وده دايما الكلام اللي كنت بقوله هنا على شيكابالا اللي كان بينجح جمهور الاهلي في اللي هو عايزه معاه بشكل سهل جدا وان هو يخرجه بره تركيزه. زيزو النهارده اثبت ان هو لعيب محترف، ان هو عقليه بمنتاليتي جبار. الراجل قفل ودانه الاثنين وركز بس في الملعب وقدم لنا اسيست خرافي لاشرف بن شرقي، وكان دينامو يمين وشمال وفي نص الملعب وكور سهله وكور اختراقات في العمق، حاجه بسم الله ما شاء الله. اعتقد ان ده ميلاد زيزو مع الاهلي وميلاد لعيب كبير جدا ونجم شباك في النادي الاهلي احمد السيد زيزو. بن شرقي يا بن قلبي الكواليتي الفذ في سكواد النادي الاهلي. والله يا جماعه الراجل ده انا ما غيرت رايي فيه لحظه من اول ما جه الاهلي. كان في ناس كتير جدا بتنتقده في جمهور الاهلي يقول لك بن شرقي بياخد الكره على الخط ويفضل يعمل كده ومش عارف ايه وما عندوش غير لمه واحده هو ده بن شرقي، هو ده الكواليتي بتاع بن شرقي. تحرك في ظهر الخصم، استلم الكوره وحطها قدامه خطوتين جاهزه للشوط بشكل ما يعملهاش الا لعيب كبير، لعيب عنده فنيات كوره، لعيب فاهم كوره، وان تاتش في البعيده عشان عواد يتفرج عليها زي ما احنا بنتفرج عليها. فيا حلاوتك وجمالك وطعامتك يا عم بن شرقي والمغرب واللي يجي منها. تريزيجيه والحقيقه اللي هو كان اقلهم في الماتش النهارده خصوصا في الشوط الثاني. تريزيجيه لما بيفقد مجهوده وبيضيع مجهوده في حاجات مش مهمه في المباراه بتكون النتيجه اداؤه اللي احنا شفناه في الشوط الثاني. تريزيجيه في الشوط الثاني تحديدا ما كانش كويس خالص، حتى الشوط الاولاني في معظم فترات الشوط الاول ما كانش باين برضه تريزيجيه، مش هو تريزيجيه بتاع الماتش اللي فات واللي قبله. اتمنى ان يستمر تريزيجيه اللي كان ابتدى يجيب مستواه اللي احنا نعرفه عنه في الماتش اللي فات واللي قبليه، المستوى ده يستمر ان شاء الله في اللي جاي يا تريزيجيه. شناوي يا نهارك ابيض يا شناوي، كانت البطوله هتضيع يا شناوي، كان ممكن البطوله تضيع بسبب الكور بتاعتك دي يا شناوي. خروج دايما المشكله دي في الشناوي يا جماعه، الخروج الخاطئ وعدم تقدير الكوره. في ماتش امبارح تقدير خاطئ في الطلوع كانت ممكن جدا تكلفنا جول لولا التوفيق والحظ. حظك يا شناوي ان كره الجزيري لمست في ايده واتحسبت هاند بول، كان ممكن الكره دي تغير مجرى اللقاء وتسبب ضغط على زمايلك كلهم في الملعب وتخلي الاهلي في وضع مش كويس، وكان ممكن تفقدنا سوبر لو الزمالك اتعادل بجون تاني ولعبنا ضربات جزاء. رباعي خط الدفاع الحقيقه كان
في حاله جيده وكانوا مركزين. وبرده بصراحه خلينا لو هنتكلم كلمه حق، ما جاش عليهم الفرص او الكور الخطيره اللي نقدر نختبرهم فيها. يمكن احمد نبيل كوكا لما نزل اخوان بزيره وعمل قلق شويه من ناحيه الشمال، كان كوكا واقف صح وقدر ان هو في كام تدخل معاه ان هو يحسم الصراع لصالحه. ولكن كده كده كوكا على المستوى الهجومي ما بيقدمش جديد. طاهر محمد طاهر اللي عمل اسيست هيقعد عليه 2-3 في الاهلي، وربنا يستر يا طاهر، والله ما لك الحمد. يعني احنا راضيين بقضاء ربنا وراضيين ان انت مكمل معانا ان شاء الله 3 سنين، عشان الاسيست ده هيخليك تكمل معانا، فاللهم لك الحمد. ومتشكرين على طاهر على الاسيست، ومتشكرين على مروان على الجون الجامد والحطه والتكمله الجامده. فرحه وفوز مستحق بالسوبر، الاهلي على عرش الكره المصريه. وكان ترتيب الاربع فرق المشاركه في السوبر كالتالي: الاهلي الاول، الزمالك الثاني، سيراميكا كليوباترا في مفاجاه كبيره المركز الثالث، وبيراميدز برضه في مفاجاه كبيره المركز الرابع. حبايبي واخواتي المشاهدين والمتابعين، اشكركم جدا على المتابعه، وفضلا وليس امرا نعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد اول باول. وسلام عليكم.